السلام عليكم يا أصدقائي. النهاردة هنتكلم عن جملة واحدة، جملة بسيطة لكنها لو فهمتها صح هتغير حياتك بالكامل. الجملة دي هي: كل شيء في الحياة مؤقت. أيوة، الجملة دي بسيطة جدا، لكن تعالوا نفكر فيها شوية مع بعض. لما نفهم إن كل حاجة في حياتنا مؤقتة هنبدأ نشوف الأمور بشكل مختلف تماما. تخيل معايا، لما تكون مريض المرض ده مؤقت، لما تكون حزين الحزن ده مؤقت، لما تكون في أزمة مالية الأزمة دي مؤقتة، وحتى لما تكون في قمة السعادة والنجاح ده برضه مؤقت. طيب إيه الحكمة من كده؟ الحكمة إن الإنسان ما يستسلمش في الأوقات الصعبة وما يغترش في أوقات النجاح. الحياة زي الموجة، مرة فوق ومرة تحت، والسر في إنك تتعلم إزاي تركب الموجة دي. خلينا نتكلم عملي. لما تواجه مشكلة في شغلك، بدل ما تقعد تقول أنا فاشل أو مفيش فايدة، قول لنفسك دي مرحلة وهتعدي. لما تخسر علاقة مهمة في حياتك، افتكر إن الألم ده مش هيستمر للأبد. الفكرة دي بتدينا قوة رهيبة، بتخلينا نقدر نواجه المشاكل بثقة أكبر، لأننا عارفين إنها مش هتدوم. وفي نفس الوقت بتخلينا نقدر اللحظات الحلوة ونعيشها بكل تفاصيلها، لأننا عارفين إنها برضو مؤقتة. بس خلي بالك، مش معنى إن كل حاجة مؤقتة إننا نستنى بس ونقول كله هيعدي. لا، المطلوب مننا إننا نتحرك ونعمل اللي علينا. يعني لو عندك مشكلة اشتغل على حلها، لو عندك هدف اسعى ليه. الجملة دي كمان بتعلمنا حاجة مهمة جدا: التركيز على اللحظة الحالية. لما نفهم إن كل شيء مؤقت هنقدر نعيش اللحظة بكل تفاصيلها، هنقدر نستمتع باللحظات الحلوة أكتر ونتحمل اللحظات الصعبة أحسن. وعلى فكرة، الفكرة دي موجودة في كل الثقافات والأديان. في الإسلام بنلاقي آيات كتير بتتكلم عن إن الدنيا فانية. في الفلسفة الشرقية بيقولوا كل شيء يتغير. العلم نفسه بيأكد إن التغيير هو القانون الوحيد الثابت في الكون. طيب، إزاي نطبق الكلام ده في حياتنا اليومية؟ أولاً، لما تواجه مشكلة اسأل نفسك: هل المشكلة دي هتفرق معايا بعد سنة من دلوقتي؟ ثانياً، استمتع باللحظات الحلوة وخد منها كل التفاصيل، لأنها مش هترجع تاني بنفس الشكل. ثالثاً، متخافش من التغيير، لأنه جزء طبيعي من الحياة. رابعاً، ركز على اللي تقدر تتحكم فيه ومتقلقش من اللي مش في إيدك. خامساً، اعمل خطة للمستقبل بس عيش يومك. الجملة دي ممكن تكون سلاح ذو حدين. ممكن تستخدمها كمبرر للكسل وتقول له كله هيعديه، أو تستخدمها كدافع للتغيير وتقول له مفيش وقت نضيعه. الجملة دي كمان بتعلمنا حاجة مهمة جدا: التركيز على اللحظة الحالية. لما نفهم إن كل شيء مؤقت هنقدر نعيش اللحظة بكل تفاصيلها، هنقدر نستمتع باللحظات الحلوة أكتر ونتحمل اللحظات الصعبة أحسن. الجملة دي هي: كل شيء في الحياة مؤقت. تخيل معايا، لما تكون مريض المرض ده مؤقت، لما تكون حزين الحزن ده مؤقت، لما تكون في أزمة مالية الأزمة دي مؤقتة، وحتى لما تكون في قمة السعادة والنجاح ده برضه مؤقت. الفكرة دي بتدينا قوة رهيبة، بتخلينا نقدر نواجه المشاكل بثقة أكبر، لأننا عارفين إنها مش هتدوم. وفي نفس الوقت بتخلينا نقدر اللحظات الحلوة ونعيشها بكل تفاصيلها، لأننا عارفين إنها برضه مؤقتة. أيوة، الجملة دي بسيطة جدا، لكن تعالوا نفكر فيها شوية مع بعض. لما نفهم إن كل حاجة في حياتنا مؤقتة هنبدأ نشوف الأمور بشكل مختلف تماما. السلام عليكم يا أصدقائي. النهاردة هنتكلم عن جملة واحدة، جملة بسيطة لكنها لو فهمتها صح هتغير حياتك بالكامل. ثالثا، متخافش من التغيير، لأنه جزء طبيعي من الحياة. طيب إيه الحكمة من كده؟ الحكمة إن الإنسان ما يستسلمش في الأوقات الصعبة وما يغترش في أوقات النجاح. الحياة زي الموجة، مرة فوق ومرة تحت، والسر في إنك تتعلم إزاي تركب الموجة دي. بس خلي بالك، مش معنى إن كل حاجة مؤقتة إننا نستنى بس ونقول كله هيعدي. لا، المطلوب مننا إننا نتحرك ونعمل اللي علينا. يعني لو عندك مشكلة اشتغل على حلها، لو عندك هدف اسعى ليه. أولاً، لما تواجه مشكلة اسأل نفسك: هل المشكلة دي هتفرق معايا بعد سنة من دلوقتي؟ خلينا نتكلم عملي. لما تواجه مشكلة في شغلك، بدل ما تقعد تقول لي أنا فاشل أو مفيش فايدة، قول لنفسك دي مرحلة وهتعدي.
لما تخسر علاقة مهمة في حياتك افتكر إن الألم ده مش هيستمر للأبد. وعلى فكرة الفكرة دي موجودة في كل الثقافات والأديان. في الإسلام بنلاقي آيات كتير بتتكلم عن إن الدنيا فانية. في الفلسفة الشرقية بيقولوا كل شيء يتغير. العلم نفسه بيأكد إن التغيير هو القانون الوحيد الثابت في الكون. وأنا بقولك استخدمها كدافع، استخدمها عشان تتحرك، عشان تتعلم، عشان تنمو، عشان تساعد غيرك. في النهاية الجملة دي مش مجرد كلام فلسفي، دي حقيقة بنعيشها كل يوم. والفرق بين الناجحين وغيرهم إنهم فاهمين الحقيقة دي كويس وبيستخدموها لصالحهم. أتمنى الفكرة تكون وصلت، وأتمنى تكون سبب في تغيير نظرتك للحياة للأحسن. لو استفدت من الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لناس أكتر محتاجة تسمع الكلام ده. شكرا إنك استمعت لي النهاردة، وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.